اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: تعرف على قائمة الاهلي لمواجهة المصري. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحة، ياسين مرعي، عمر كمال، احمد رمضان، بيكام، ياسر ابراهيم، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد هاني، كوكا، مروان عطية، تريزيجيه، عبد القادر، بن شرقي، قفشة، اليو ديانج، زيزو، طاهر، جراديشار، ومحمد عبد الله. خبرنا الثاني: يتعرف على أسباب استبعاد بن رمضان من قائمة الأهلي لمواجهة المصري. استبعاد محمد علي بن رمضان من قائمة الأهلي لمواجهة المصري بعد شعور اللاعب بإجهاد في العضلة الخلفية. شعر بن رمضان بإجهاد في الخلفية، لذا فضل المدرب استبعاده لإعداده للسوبر. خبرنا الثالث: النادي الأهلي يعلنها مفيش مسؤول دلوقتي في السويد للتفاوض مع دياباتي. نفى النادي الأهلي وجود أي مسؤول حاليا وذلك في السويد من أجل التفاوض مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، مؤكدين في النادي الأهلي على أنه النادي لم يرسل أي مندوب عنه أو أي مسؤول إلى السويد من أجل الدخول في أي مفاوضات مع إبراهيم دياباتي. لسه الكلام ده بدري عليه، بعد السوبر بإذن الله، بعد ما الأهلي يحسم مصير التعاقد مع دياباتي مع المدرب أو لا، يشوفوا الأول هل هيجيبوه ولا لا، بعد كده بقى يبعتوا مندوب أو لا. خبرنا الرابع: الأهلي ردا على إمكانية ضم يوسف بالعمري الظهير الأيسر للرجاء المغربي. كل شيء وارد. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أنه بالفعل يوسف بالعمري الظهير الأيسر للرجاء واحد من أبرز المرشحين للعب في مركز الظهير الأيسر في يناير القادم، ولكن حتى الآن لا توجد أي مفاوضات معه. خبرنا الخامس: ترب لم يطلب التعاقد مع حامد حمدان. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن المدرب الدنماركي جيس ترب حتى هذه اللحظة لم يطلب التعاقد مع حامد حمدان، وكل ما يقال حول إعجابه باللاعب في اللقاء لم يحدث.